المعتقل عمر، معتقل في سجن برج العرب بقاله أكتر من حوالي شهرين ونص. يمكن كله عرف بالمأساة اللي حصلت من أسبوع، إنه يوم 2/7 وإحنا رايحين الزيارة زي كل أسبوع اتفاجئنا بإن إحنا بنطرد من السجن كلنا، وقوات خاصة طلعت كل أهالي المعتقلين برا السجن ورفضت تدخلهم الزيارة بحجة إن المعتقلين هم اللي رافضين الزيارة، وقعدنا 3 أيام الزيارة ممنوعة، ما نعرفش أي حاجة عن المعتقلين. بعد كده لما رحنا الزيارة رجعنا تاني، أخويا حكالنا عن المأساة اللي هم عاشوها الأسبوع اللي قبليها، إن هم فجأة يوم 2/7 دخلوا عليهم بالليل، قطعوا لهم حاجتهم والهدوم بتاعتهم، وفتحوا عليهم أنابيب المية وأنابيب الغاز، وحدفوهم بقنابل حارقة، وسيبوا عليهم الكلاب البوليسية، وقطعوا عليهم المية وقطعوا عليهم النور، وعاشوا في معاناة لمدة أسبوع. وحتى لما احنا رجعنا كانت الزيارة مدة ربع ساعة بس، كانوا المعتقلين حالتهم صعبة، حالتهم مأساوية، كانوا متدغدغين من الضرب ومن التعذيب اللي هم تعرضوا له جوه. كمان عرفنا ان كان في معتقلين مع اخويا وفي عنابر تانية غير العنبر اللي فيه اخويا اتحولوا لتأديب، وزنزانة التأديب دي عبارة عن زنزانة 1.5 متر في 1.5 متر، المعتقل بيقعد فيها مع ناس كلهم جنائيين، ممكن يبقوا 20 واحد في 1.5 متر دول، بيناموا وهم واقفين. طول المدة دي كانوا نايمين وهم واقفين. وحتى لما احنا رحنا الزيارة لأخويا كانت الناس اللي في التأديب دول ممنوع عنهم الزيارات، ممنوع عنهم الأكل، ممنوع عنهم النوم، ممنوع عنهم كل حاجة. كل اللي بياكلوه هو رغيف عيش بس، هو ده الفطار والسحور بتاعهم. حتى ممنوع عليهم ان هم ياخدوا حاجتهم، حاطين لهم يعني اعزكم الله زي جردل كلهم بياخدوا فيه حاجتهم، ممكن يتدلع على الارض، وهي دي المعاناه اللي عايشينها الناس اللي في سجن. احنا كاهالي معتقلين بنناشد كل انسان عنده ضمير حي، كل منظمه حقوق انسان بتشتغل بضمير وبتتابع اللي بيحصل في مصر، وبتتابع اللي بيحصل لالاف المعتقلين في السجون، في سجن برج العرب وفي غيره من السجون. المعتقلين بيتعذبوا كل يوم، اهاليهم بيتعذبوا كل يوم عشان يشوفوهم وعشان خاطر يطمنوا عليهم. لو منظمات حقوق الانسان اللي جوه مصر مش حاسه بينا ومش حاسه بمعاناتنا، لان هي جزء من المنظومه الانقلابيه، احنا بنناشد المنظمات اللي بره مصر، بنناشد كل منظمه حقوق انسان ان هي تيجي وتشوف المعتقلين بتوعنا بيحصل لهم ايه، ان هم بيموتوا كل يوم 1000 مره، اهاليهم بيتعذبوا قد ايه وبيحصل لهم ايه كل يوم وكل لحظه.